هو انا طول عمري نفسي ارجع الغيط. سيبك بقى من المدينة والزحمة والاسفلت والعربيات والتزمير والعوادم والاكشاك ومحلات الاكل المقرمش ومحلات الجبنة ومحلات الشوكولاتة والصداع والناس والتكاتك. انا كل ده ماليش فيه، انا راجل بسيط وطموحاتي في الحياة ابسط، وكل اللي عايزه غيط واسع كده وشوية شجر مانجا وازرع واقلع. وطبعا اقلع دي يعني طبعا اقلع الزرع يعني، وهوب اعيش حياتي بكل بساطة. بس طبعا ده ما ياكلش عيش، بس يشاء ربك ان يطلع لنا حاجة اسمها الاي اي هتخليني انا وانتم وكل التخصصات التانية يقعدوا في بيوتهم. وده قريب يعني، مش بعيد، لا مش بعيد، الموضوع مش بعيد، ده احنا خلاص في نص. المهم بقى ايه موضوع الاي اي ده؟ وشوفوا سبحان الله يا اخي، انا طول عمري بكره الاي اي البرنامج، يجي الذكاء الصناعي يبقى اسمه اي اي برضه. فسبحان الله انا الحرفين دول تقال على قلبي يا جماعه، والله العظيم اللي انا توصلت له. ودي مش يعني دي مش حاجه علميه، دي حاجه انا كده ايه من هنبقه، من كتر الهنبقه على النت فهمتها. الكمبيوتر زمان كان كل اللي دوره انك بتعلمه، لازم عشان تديله اي مدخلات جديده او اي حاجه جديده لازم تعلمها له. فدي كانوا بيسموها ايه؟ البرمجه. لازم احنا نبرمجه على حاجه معينه، اللي هو هندوس يمين تحود يمين، هندوس شمال تحود شمال، هندوس 10 زراير فتعمل 1 2 3 4 ال10 حاجات اللي قدام. وده كان الكمبيوتر. الاي اي بقى اللي هو الذكاء الصناعي، معناه ايه؟ ان الكمبيوتر بقى بيفهم لوحده، هو بياخد المعطيات يجمعها ويستنتج هو النتيجة ويديك انت نتيجة. فدي حاجة مرعبة يعني، انا بالنسبة لي فكرة مرعبة، لان الكائن الوحيد اللي ربنا خلقه عنده القدرة دي هو البني ادم. يعني القدرة على التعلم دي حاجة عند البني آدمين بس، تخيل بقى لما بقت عند الكمبيوتر كمان. تخيلها ببساطة، تخيلوها كده ايه، ان احنا هنقول له ازاي بنشخص الامراض في الطب مثلا، فالتشخيص بيبقى 1 2 3 4. هيقول لهم طب خلاص تمام، هنحط كل البيانات دي في الكمبيوتر، وهو الكمبيوتر مع نفسه هيبدأ يشخص. انت متخيل الفكرة؟ وبعد ما هيشخص هيبقى عارف ازاي بنصنع الدواء، فهيعمل 1 2 3 يصنع دواء، ويبدأ يكتشف حاجات جديدة في التشخيص ويكتشف حاجات جديدة في صناعة الدواء بناء على المعلومات اللي هو اتغذى عليها. يعني كل مثلا ما هنديله تحاليل 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 تحاليل، فهو هيحط التحاليل كده جنب بعض ويقارنها جنب بعض ويقول انتوا كان فايتكم 1 2 3، او هضيف على اللي انتوا قلتوه 1 2 3. فانت تخيلها بقى، لو كمبيوتر هو بيقيس على كل التحاليل اللي في العالم وهو يطلع نتيجة. تخيل كمبيوتر عنده القدرة على دراسة كل كتب الطب في العالم ويبدأ يستنتج ويدرسها في قد ايه؟ في ثواني. تخيل انت هتجيب بني ادم عشان تعلمه كل كتب الطب اللي في العالم، هياخد قد ايه؟ سنين السنين السنين، وممكن اصلا يموت قبل ما يتعلم. لكن الكمبيوتر ده عنده القدرة ان هو يستوعب اكتر منك مليار مرة. فهي دي ببساطة فكرة الكمبيوتر، ان هو بقى قادر يتعلم وبقى قادر يطلع نتائج لوحده. كل ما دورنا دلوقتي ان احنا بقينا بنغذي المكنة، يعني نديله الابحاث، نديله الصور، نغذيه. كل ما هو يتغذى كل ما هو يبقى اكتر. طيب احنا بقى كرسامين ايه احنا مالنا ومال الهمبكة دي كلها؟ احنا اصلا بنشتغل في حاجة مش ملموسة. يعني احنا ممكن انا ارسم رسمة واحد يشوفها حلوة وواحد يشوفها وحشة، صح ولا غلط؟ طب دلوقتي بقى الكمبيوتر قدر بشكل ما يبرمج الفن. يعني هو قدر اتغذى بكمية صور مهولة جدا جدا جدا، وبعديها قام هو مقرر ان ده الفن اللي الناس بتحبه، او ده مثلا شكل الرسومات اللي الناس بتحبه، او ده الكومن وده اللي مش كومن، فانا هعمل ده ومش هعمل ده، هعمل ده ومش هعمل ده. ووصل ان هو حاجة غير ملموسة كده، ان هو يطلع منها نتائج مبهرة جدا طبعا الناس كلها شايفة. وغالبا انا دلوقتي مشغل فيديو تايم لابس كده زي ما انتم شايفين، ده جنون يعني. وهنا بقى الرسام بيعمل ايه عشان يطلع رسمة حلوة؟ بيقعد يتفرج على مصادر كتير جدا، وبعدين يحطهم كلهم جنب بعض، بعدين يطلع هو فكرته مبنية على الأفكار اللي هو شافها من رسامين تانيين. هيقتبس حاجة من هنا، يقتبس حاجة من هنا، هو يضيف ويبلور فكرته، وهوب هي دي بقت الرسمة. الرسام عشان يعمل ده جهد، ده اسمه جمع الريفرنس، وان هو يشغل مخه ويطلع بفكرة جديدة. طيب ال AI بيعمل ايه؟ بيعمل زيك بالظبط، هيشوف 100 ريفرنس، بس هو مش هيشوف 100، هيشوف مليون، هيشوف مليار في وقت اقل من اللي انت بتشوف بيه. وهيدمج بقى مع بعضه ويلطع يلطع يلطع، ويشوف المقاييس والستاندرد حسب الحاجات اللي مكتوبه له ويطلع لك نتيجه. فطبعا انت لو هتقعد مثلا وبيطلع لك نتيجه ايه، 4 صور في 4 صور في 4 صور في خلال دقيقه. انت لو رسام عشان تقعد تطلع صوره واحده انت ممكن تقعد تشتغل فيها ساعات وساعات وساعات، وممكن ايام
عشان تطلع بيس متقفلة حتة يعني من اللي على الحبل. فالمنافسة هنا بقت صعبة، يعني بقت صعبة جدا. وهو في مجالات هو هينط فيها بسرعة جدا، يعني مثلا مجال الكونسبت ارت. انا مثلا قاعد جنبي مخرج وعايز عنده في خياله مشهد معين، بيقعد يوصفه للستوري بوردر، والستوري بوردر هيرسمه، او الكونسبت ارتست انا اسف. المهم يعني، طب ما هو المخرج هو عارف هو عايز ايه، هيخش يكتبه على الاي اي، او هتبقى في ناس شغلتها ان هي تبقى شاطره في ادخال المدخلات على الاي اي. فاللي هم دلوقتي مسمين نفسهم اي اي ارتست، هو مفيش حاجه اسمها اي ارتست، او بتعرف تدخل له الداتا بتاعته. لكن ارتست دي انا تعباني نفسيا، انت كتبت بس انت ما رسمتش. الارتست ده بيرسم. بعض الاحيان بتكتب مثلا كاركتر ديزاين، ومثلا ودي حاجه انا كنت لسه مجربها مع صديقي انس من يومين. هو اشترك اوريدي وقاعد بيعك فيه. طب ايه النتيجة؟ بدأ يعرف ازاي يطلع منه شغل تصميم شخصيات. على الأقل هو مش هيستخدمهم بنسبة 100%، بس على الأقل هي بنت له 50-60% اللي في الأول. جمع هو الريفرنس، ومجرد ما انت كتبت عدل هو اما جمع لك ريفرنس ومديك مقترحات، وحاطط قدامك 70-80 شكل تختار منه. فانت هتاخد الشكل تصلح طبعا اللي هي الغلطات والايدين وشويه الكلام الفاضي ده، وتقوم عامل ايه؟ مظبط الشغل وانت مقيفه بقى، وتبدا انت تعمل الموديل شيت وتقفل وي 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 وي. بس هو بيختصر سنين ضوئيه من اغلب الشغل اللي بيتعمل. فانا شايف ان هو طول فتاكه، وطول هي ممكن تقعد ناس في البيت. حاجه كمان، ان هو الاي اي ذات نفسه كل يوم بيتعلم وبيتطور عن اليوم اللي قبله. فلو انت دلوقتي شايف ان هو في شوية مشاكل تقنية، كل ما هو انت شايفه مشكلة تقنية هتتحل، دي 100% هتتحل. لان هي مع الوقت ما ينفعش ان هو بيتعلم. خلاص هيعرف يظبط الصوابع، هيعرف يظبط الخوذة، هيعرف يظبط الملامح، هيعرف يعمل كل اللي هو متخيله. طب ايه الاشكالية بقى اللي احنا كلنا كرسامين دلوقتي واقعين فيها؟ ان ال AI بقى بياخد شغلنا زي ما هو، وبياخد شغل رسامين مشهورين زي ما هو، وساعات حتى عليه الووتر مارك، ويدمجه مع شغل ناس تانية. ومجرد ما بيدمجه هو زي ما بتقول ايه، ضيع ملامحه شوية، او ساعات ما بيعرفش يضيعها على حسب. وفي النهاية بيقولك لا ده مش شغل الناس التانية، ده شغل الاي اي نفسه، ده لا يمت بصلة بالفنان اللي هو عمله. فطبعا دي كارثة سوخة. يعني احنا كل ما هنشتغل ونحط شغل على النت الاي اي ياخده ويتغذى عليه، هو كده هيكبر، وهو كده هيقدر يدي نتائج اكتر، وانا ماليش تقدير لا ادبي ولا مادي. فاعتقد حل القصة دي هي طبعا هي اشكالية قانونية في الاخر، واشكالية ادبية. فالطبيعي او اللي انا شايفه ان هيجوا يقول لك ايه، احنا المصادر اللي الاي اي استخدم منها ريفرنس وحطها جوه الشغل بتاعه، هنقول ان هي مثلا واخدين الالوان مثلا من كذا، شكل من كذا، كذا من كذا، اسم الرسام هو اسم الرسام هو اسم دار النقد، وهكذا وهكذا. فيبقى حل المشكلة الأدبية. طب المشكلة بقى المادية، هل هو ممكن يقولك بما اني انا استخدمت رسوماتكم، وطبعا هو ده اذا اعترف بالحكاية دي، ان الناس دي انت طالما بتغذيني فانا هديك اجر. كل ما الناس تبدأ تستخدم صورك زي ما بيحصل مثلا في شاتر ستوك، انت بتحط رسوماتك، وكل ما الناس تشتري انت بتكسب فلوس. طب ما ايه المانع ان يبقى في حاجة زي كده في الاي اي، ان هو يقول انا جامع الصورة دي مثلا من 1000 مصدر، فنصيب كل مصدر منهم كذا كذا جنيه او كذا شيلين او كذا سنت او ايا كان. هل حد شايف ان ده حل؟ انا اعتقد ان هو ده يعني ايه، اقرب حاجة ممكن تحصل. لكن انا صراحة مش شايف ان انت تعديه او انك تبطل تستخدمه ده فيه مشكلة. ما هو كده كده بقى موجود خلاص، وهو لما هيلاقينا مثلا مقموصين او نشتغلش بيه، هيقول لك لا يا جماعه خلاص ده الرسامين مقموصين، تعالوا نقفل الاي اي في الرسم. لا طبعا دي حاجه ليها بوتنشال عملاق جدا، ما ينفعش تسيبها تعدي من قدامك كده، لازم تفهم دي عباره عن ايه. حتى لو هتتعلمها بس ما تستخدمهاش، اتعلم، خش اتفرج عليها، مش تخسر حاجه. وتخانق طبعا، لان الخناق ده في الاخر هو اللي هيجيب لك حقك. يعني انت لازم يبقى ليك وقفه، بس مش في سبيل انك تقفله، في سبيل انك تعدل الاوضاع وتقننها. ده اللي انا شايفه اوقع للحل.